السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك لكل طلاب ثانوية عامة. اللي جاب 90% ألف مبروك، واللي جاب 50% ألف مبروك. مهما كان مجموعك ايه، خليك فخور بمجهودك واللي انت قدرت تعمله لمدة سنة كاملة من المجهود والتعب اللي محدش عارف عنه حاجة غيرك انت وبس. عارف ان كان نفسك تجيب اعلى من كده، عارف ان كان نفسك تشوف الفرحة مرسومة على وش اهلك، بس صدقني كل ده نصيب وقدر ومكتوب ليك، وده اللي ربنا عايزه ليك. وخليك واثق ومتيقن تماما ان اللي ربنا اختاره لك افضل واكتر خيرا من اللي انت متخيله تماما. اصل ربنا حاشا لله طبعا مش هيستخسر فيك درجة في سنة من السنين، وانت ما تعرفش الكلية اللي كنت هتتجنن وتخشها دي كان ايه هتبقى ظروفك فيها. مش ممكن كنت من اول ما تخشها تلاقي نفسك في مكان انت كنت مفكر نفسك هتبقى مرتاح فيه، وفجأة تلاقيك مخنوق من المكان او النظام او المجال عامة، وسنة ورا سنة تلاقي نفسك بتشيل وبتسقط. فصدقني انت ما تعرفش القدر مكتوب فيه ايه، بس دايما خليك مقتنع ان لو كان خير لا بقى فهو اكيد مش خير، لانه ببساطة اتشال من قدامك وما قدرتش توصل له. عايزك ما تقفش عند ثانوية عامة، وصدقني هي مجرد ارقام ونتيجة واسماء كليات، ولما تخشها وتكتشف الواقع هتعرف انها مش فارقة وكله محصل بعضه. بس الشاطر اللي ايه، الشاطر اللي يعرف يتعلم من خطأه، وفي تجربة التانية يخلي الخطأ بتاعه ده يبقى في صالحه، ويحول كل حاجة ضده لدافع انه يكمل ويطور من نفسه في مجاله او اي مجال تاني. دلوقتي الوقت اتغير ومفيش حاجة اسمها اللي اتخرجت منه هتشتغل فيه، او المجال اللي انت درسته وما اقدرش اغيره ولازم افضل فيه. جرب يا عم المجال اللي انت اتوجدت فيه، يمكن تحبه، يمكن يكون هو ده المكان بتاعك بس انت ما كنتش واخد بالك. طيب بعد سنة او اتنين هتقولي انا جربت وعرفت ان ده لا مش مجالي، انا عايز مجال تاني. يا باشا دوس وصدقني ربنا هيكرمك طول ما انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك. وفي الاخر في حاجتين عايز اقولهم لك ودايما حطهم في بالك، وصدقني لو حطيتهم في بالك دايما وعملت بيهم صدقني مش هتتعب في الدنيا. اولا لكل مجتهد نصيب، وثانيا لو كان خيرا لبقى. وصدقني ثانوية عامة مش نهاية الكون، ومش هنعيد ونزيد في الكلام ده، انت عرفت دلوقتي النظام بقى ماشي ازاي. اتمنى ليك التوفيق دايما، اشوفك في فيديو جديد. سلام.